السلام عليكم. رمضان كريم وعيد سعيد إن شاء الله. اليوم إن شاء الله هنحضّر المعمول وهنحل كل مشاكل المعمول، الرسمة بتروح، المعمول بيشقّق أثناء التسوية، كل المشاكل هنحلها بفضل الله. بالجرام وبالكوب، وهاقول لِك على كل الأسرار اللي يطلع معاكِ معمول بنقشة بارزة، ما يشقّقش أثناء التسوية، كل حاجة هنقولها بإذن الله هتعملوها وتتبسطوا عليها. أهم من المقادير التريكات اللي بنقولها أثناء الفيديو، فلو سمحتوا تابعوا معانا الفيديو للنهاية. المقادير غالية فلازم نتبع كل أدق الملاحظات عشان يطلع معاكم إن شاء الله معمول كأنه غريبة بالظبط. طبعا الوصفة الجميلة دي من وصفات الشيف منال العالم، بنبعت لها طبعا ألف تحية وألف سلام إن شاء الله. فاخر من الآخر، خلونا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو. سمينا بسم الله أصحابي. هنبدأ المعمول ده ينفع تستخدمي فيه زبدة، مارجرين، سمنة، أي حاجة موجودة عندك هتشتغل. أنا جربته بالسمنة وجربته بالمارجرين وجربته بالزبدة، كل اللي متوفر عندك يشتغل معاكي. طبعا أنا هنا هكتب لكم مقدار النص كيلو بالجرام وبالكوب المعياري في صندوق الوصف. أنا هنا مضاعفة المقدار، عاملة هشتغل على كيلو من الطحين. طبعا معانا الزبدة ومعايا كوب من السكر الباودر، وطبعا السكر الباودر لازم تنخروه كويس جدا عشان بيبقى فيه تكتلات، ممكن تفضل تكتلات كده معاكي في العجينة ما تدوبش يعني، فلازم ننخلها عشان نتأكد ان التكتلات يعني خلصنا منها يعني. هنصفيه كده او نغربله زي ما انتوا شايفين على الاناء اللي هنشتغل فيه. هنا بقى ده اصحابي ما بيبقاش فيه بقى طريقة البس زي المعمول اللي احنا عملناه في العيد على الطريقة السورية، لا ده المعمول ده بيبقى سهل جدا وما فيهوش خطوات للعمل ولا بنريح العجين ولا اي حاجة. هتشوفوا معانا الخطوات ان شاء الله. بعد ما غربلنا السكر الباودر هننزل بكوب من الحليب المجفف اللي هو الحليب الباودر او النيدو. معايا كوب من الزيت، واختاروا نوعية زيت تكون لونها فاتح ما عندهاش اي ريحة نفاذة عشان ما يأثرش معانا على طعم المعمول فيما بعد. هنا اصحابي بالمضرب الكهربائي، عايزه تشتغلي بالسلك اليدوي بس اهم حاجه تخفقي كويس حتى المكونات زي ما انتوا شايفين كده السكر يدوب ويندمج مع الزبده وتصبح معايا كريمه كده زي كريم شانتيه الهشه الخفيفه. يعني لازم الزبده والسكر والزيت يندمجوا وتهيش كده وترتفع، تتضاعف 3 أضعاف كده وهتشوفوها معايا. طبعا بنبدأ على سرعة هادية عشان السكر البودر ما يطرش في كل مكان في المطبخ، وبعد دقيقتين كده بنبدأ نرفع السرعة. اهو شايفين اللون بدأ يفتح معايا والزبدة والسكر يعني بدأوا يدوبوا. لازم في نص الوقت نرفع الجوانب عشان نتأكد ان الخليط كله واخد نفس طريقة الخفق والمكونات. هنا مثل ما انتم شايفين اصحابي، شايفين الخليط بقى فلافي هش خفيف زي الكريم شانتيه بالظبط. هنا هنزل ب2 بيضة واضفت عليهم معلقة كبيرة من الفانيلا. انا بحب اضيف فانيلا سايلة وفانيلا باودر، الاتنين بيضيعولك على زفارة البيض تماما. طبعا البيض لازم يبقى بدرجة حرارة الغرفة. هنا اصحابي مثل ما انتم شايفين اهو بنتأكد نزلنا ببيضة وبعدين البيضة التانية اختفت ننزل بالتانية. طبعا البيض لازم يبقى بدرجة حرارة الغرفة، لانك لو طلعتيه بارد من التلاجة واضفتيه على الخليط بتاع الزبدة، اول ما هتضيفيه على الزبدة هتلاقي الخليط فتفت معاكي، الزبدة فصلت مية. طيب في الحالة دي اعمل ايه؟ اخد معلقة واحدة من الطحين اللي احنا شغالين بيه من المقدار، ضيفيها على الزبدة واخفقيها، هتلاقي قوام الزبدة رجع كريمي مرة تانية. فدي ملاحظات بس، يعني في اخطاء الناس ممكن تضيف البيض بارد يبدأ الخليط يفصل تقول الخليط باظ معايا وما تكملش الوصفة. لا، كل حاجة ليها علاج. هنا اصحابي اخدت كيلو من الطحين ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، طبعا رشة ملح لتعديل الطعم. وهبدأ هنا بقى مش محتاجة السلك بتاع خفق البيض او الكريمة، هنا بالكف او اللي هو حرف الكي هذا. لو انت هتشتغلي بالمضرب الكهربائي خلاص بعد الخفق هتبدأي بقى يا اما تقلبي بمعلقة خشب او سباتولا او باطراف ايديكي. طبعا الاجزاء دي انا ببقى مسرعاها، العجان هنا بيبقى شغال على سرعة هادية جدا. احنا مش بنعجن، احنا بس نريد ان المكونات تختفي والطحين يتشرب كل المادة الدهنية اللي عندي، البيض والسمنة والزبدة والخليط اللي احنا خفقناه في الاول كده اهو. ما خدتش 3 دقايق بالظبط الخليط معانا او العجينة ممتازة. شايفة العجينة بتضغطي عليها كده
ناعمة طرية بتقطم، ما يكونش فيها عرق. لو زودنا عجن الجلوتين هيشتغل وتبقى عيش، مش هتبقى معمول. انا عشان الجو حر عندي اصحابي فهدخلها 10 دقايق بس التلاجة عشان تشد نفسها. لو الجو حر عندك دخلي التلاجة، لا، لان المعمول لازم نشتغل فيه بارد. طبعا قوالب التشكيل بقى، القوالب الكبس دي في منها اشكال والوان ورسومات مختلفة وفي منها احجام، ده اللي متوفر عندي. وهنا طبعا دي القوالب البلاستيكية اللي من زمان عندنا كلنا اهي، او لو عندكم القوالب الخشبية براحتكم. طبعا هنشكل بكل واحد فيهم واوريكم والشكل، وطبعا عايزين تعملوا مني براحتكم. طبعا نفس العجينة نقدر نشتغل، لو انت عندك الماكينة اللي هي بتاع الساندوتش ميكر اللي بيبقى فيها الجزء بتاع المعمول، تقدري كمان تسويه في ماكينة المعمول. هنا اصحابي بالنسبة للقوالب الكبس اللي هي البلاستيك هذه، العجينة بتبقى 20 جرام والتمر بيبقى 8 ل 9 جرام. لازم تلتزموا بالوزن يعني بتاع العجينة، او عينك ميزانك كده تبقى قد الليمونة الصغيرة يعني اهو زي ما انتوا شايفين، لان لازم يبقى في تناسب ما بين العجين. لو الحشوة اكتر من العجينة اما تدخليها الفرن، طبعا الحشوة كبيرة على العجينة فهتغلي بسرعة فهتعمل لك تشقق في المعمول. فلازم يبقى في نسبة وتناسب ما بين العجينة والحشوة. طبعا بنحنن العجينة ما بين راحة اليد، بنعملها كده وندخل فيها الحشوة ونلفها كرة تكون ناعمة. وهبدأ على الصينية زي ما انتوا شايفين بنضغط ضغطة جامدة. هنا بس كانت الوش ده ما كانش راكب معايا مظبوط اهو، وبنضغط ضغطة واحدة بقوة وبنرفع القالب، بياخد معانا شكل المعمول بمنتهى السهولة اهو. ضغطة واحدة وارفع اهو، وخدت الشكل وما بتلزقش. طبعا يا اما يعني ترشي او تعفري الكوره بمسحه دقيق خفيفه، او القالب نفسه تعفريه بالدقيق عشان ما يلزقش منك في العجينه اهو. شايفين بمنتهى السهوله، كل مره تعفريه بالدقيق وتنفضي الدقيق الزايد هيطلع معاكي المعمول بمنتهى السهوله. هنا بقى هكمل زي ما انتوا شايفين كده، هكمل جزء بالقوالب الكبس وجزء بالقوالب البلاستيك. هنا بقى ده القالب اللي هو او الشكل المعروف جدا سواء في الخشب او في البلاستيك. بس هنا اصحابي دي العجينه بتاعتها بتبقى 25 جرام، لان القالب التاني اصغر في الحجم 20 جرام. هنا العجينه 25 جرام والحشوه هتبقى 10 جرام اهو زي ما انتوا شايفين. والبلاستيك راب لما بنحطها بيمنع ان احنا نستخدم طحين وما يلزقش منك وبيطلع بمنتهى السهوله، ما فيش اي مشكله. نعمل واحده تانية مع بعض. شايفين بمنتهى السهوله، ما بياخدش معاكي اي وقت في التشكيل. وفي برضو الشكل اللي هو الطولي هذا، دي برضو بتبقى 20 جرام، لا 25 جرام يا ربي، والحشوه بتبقى 10. هكمل بقى نفس التشكيل بنفس الطريقه ونرجع نشوف الخطوات التانية. هنا اصحابي اهو شكلت الصينيه الاولانيه. طبعا لو حسيتي ان المعمول الزبده خرجت من العجينه دخليها التلاجة عشان ترتاح شويه، عشان المعمول ما يحصلش فيه مشاكل اثناء التسويه، لان الجو بقى حر جدا فلازم العجينه وبعد التشكيل يبقى المعمول بارد. هنا سخنت الفرن على اعلى درجه حراره، لازم الفرن يكون على اعلى درجه حراره، وهشغل الشوايه فقط اول 3-4 دقايق ياخد لون من فوق، بعدين اطفي الشوايه وانزله على اسفل 8 دقايق برضو او 5-6 دقايق وطلع معاكي المعمول. دي انجح طريقه في التسويه، ان تدي لون تحت الشوايه اول وبعدين تسكري وتدي لون تخليه 5 دقايق من تحت المعمول. ما بياخدش وقت طويل، لان لو اخد وقت طويل ودرجه الحراره كانت هاديه هتبدا الحشوه تغلي من داخل وتبدا تنفجر، فهي دي اللي بتعمل تشققات المعمول. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، اللون واخد لون ذهبي تحفه. المعمول ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني والله ناعم ناعم دايب دوبان. دي اهم حاجة، انك تشتغلي العجينة تبقى باردة، المكونات كلها تبقى يعني بعد ما تعجني العجينة لقيتي الجو حر وطردت الزيت دخليها التلاجة ترتاح 10 دقايق. بعد التشكيل لو لقيتي الحبات سايحة معاكي من الحر وبرضو تدخليها التلاجة. زي ما قلت لكم في التسوية، الفرن اعلى درجة حرارة تحت الشواية
5 دقايق ياخد لون من فوق، اطفي من فوق وادي 5 دقايق كمان. المعمول ما بيزيدش عن 10 ل 11 دقيقة. لايك وشير، سلام عليكم.